تأملوا معي ميزان علام الغيوب، فمن أبصر فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. توضح لنا الآيات السابقة على المسؤولية الفردية وتحمل نتائجها في أوضح صورة وأقوى عبارة في تأكيدها. نجاتك يوم القيامة مشروع شخصي، لن تعذر بتقصير الناس وانحراف المشاهير والمغمورين وخذلان الأقربين والأبعدين. دنياك اختبار لك وحدك، فاعمل لنفسك واجتهد للنجاة والفوز بالجنة. من قوانين يوم القيامة تعرف عليها قبل أن تقف فيها. الملفات غير سرية، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الحضور تحت حراسة مشددة، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. الظلم مستحيل، وما أنا بظلام للعبيد. ليس هناك محام يدافع عنك. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. الرشوة والواسطة مستحيلة، يوم لا ينفع مال ولا بنون. لا يوجد أسماء متشابهة، وما كان ربك نسيا. استلام النطق بالحكم باليد. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. لا يوجد حكم غيابي، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. لا يوجد نقض أو استئناف، ما يبدل القول لدي. لا يوجد شهود زور، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. لا توجد ملفات منسية، أحصاه الله ونسوه. ميزان دقيق للأعمال، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم.